دي اغرب ايربودز عملت لها ريفيو في حياتي. قول لي ليه؟ قلت لي ليه؟ هقول لك ليه. عشان بكل بساطه يا صديقي بتتلبس كده. ايوه كده والله، لانها شغاله بنظام الاوبن اير. يعني بكل بساطه يا صديقي هي ما بتتحطش جوه الودن زي الكاوتش او العظم، لا هي بتتحط على الودن من فوق، بتتلبس بالشكل الغريب ده وبتبدا تسمع الصوت بتاع المكالمه او بتاع الاغنيه واضح، ونقدر ندي تقييم للصوت 7.5 من 10. كمل الفيديو الاخر عشان في 2 هيكسبوا الايربودز دي هديه، وكمان تقدر تعمل منها مكالمات بدقه مايك 8 من 10. لا والفكره صديقي ان انت كده مشغلها تاتش، المايك بتاعها كان كويس قوي وانا واقف في الهواء او وانا واقف جوه. هتقول لي طب دي لمين يا خيري؟ هقول لك بكل بساطه يا قلب خيري، دي للناس اللي هي عندها مشاكل في الودن انها تحط ايربودز، او حتى للناس اللي ممكن تبقى طيارين او حتى بيسوقوا عربيه كتير، فدي بتضمن لك البرايفسي في المكالمه وفي نفس الوقت بتضمن لك انك تبقى سامع الاصوات اللي حواليك. عموما يا صديقي لو حبيت تشتريها فدي انفينكس اكس بادز 3 لوب، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في البايو، ودي طبعا اكواد خصم نون، لو حبيت تشتريها فهتاخد خصم. نيجي بقى لشروط الجيف اواي في اخر الفيديو. طبعا تكون عامل لي فولو، واكيد تبقى عامل لايك للفيديو، وتعمل منشن ل4 من صحابك في الكومنتات يعملوا فولو، وبعد ال3 ايام من نزول الفيديو هختار في الستوري عشوائي اللي كسب. وبس كده، متنساش تعمل لايك وفولو. كان معاك خيري تك وجراسياس اميجو.